النهارده كان في جلسة استماع للزمالك في اتحاد الكرة للرد أمام محمد المشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة للرد على ما قاله زيزو في التحقيق الأخير. المستشار القانوني للزمالك طلب التأجيل لمدة طويلة لحين تجهيز كافة المستندات للرد على زيزو، فقررت اللجنة التأجيل لمدة شهر، وقيمة مستحقات زيزو تبلغ 85 مليون جنيه. إمام عاشور سيجري فحوصات وتحاليل جديدة في بداية الأسبوع المقبل لتقييم حالته وتحديد موعد عودته للأهلي وبدء تنفيذ برنامجه الخاص تمهيدا للدخول في التدريبات الجماعية والعودة للمباريات. وتروب يطلب تقريرا مفصلا عن حالة إمام عاشور كل 3 أيام. الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر المقبل. النادي الأهلي أقام أمس حفل التكريم للكابتن عماد النحاس تقديرا لدوره وجهوده مع الفريق خلال الفترة الماضية. النادي الأهلي يثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنجاح الكبير لقمة السلام. وصول مساعدين ياس تروب ب5 مساعدين إلى جانب معد بدني ومحلل أداء أمس الأربعاء وصول الجهاز الفني بالكامل. حرص أعضاء قائمة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على توجيه عدة رسائل هامة إلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي قبل الانتخابات التي من المقرر أن تقام يوم 31 أكتوبر الجاري. ووجه أعضاء القائمة رسائل إلى الأعضاء بضرورة التواجد والمشاركة في العملية الانتخابية نهاية الشهر الجاري لضمان تأكيد فوز القائمة، خاصة أن المادة 23 تشترط موافقة 25% من النصاب القانوني للحضور. يحصل لاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة تروب على تطعيمات خاصة ضد الملاريا خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل السفر إلى بوروندي. جراديشار لم يشارك وسلوفينيا تكتفي بالتعادل على أرضها أمام سويسرا. منتخب مصر في التصنيف الثالث بكأس العالم. الأهلي يطير إلى بوروندي اليوم الخميس لمواجهة إيجين نوار في دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا، والمباراة يوم السبت المقبل. جدول مباريات الأهلي حتى التوقف الدولي القادم. ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.